الأسود على موعد مع كتابة التاريخ في افتتاح ملعب مولاي عبد الله الجديد. يستعد المنتخب المغربي الأول لكرة القدم لكتابة صفحة جديدة في تاريخه حين يواجه منتخب النيجر مساء الجمعة في افتتاح ملعب مولاي عبد الله بالرباط ضمن الجولة السابعة من تصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وتعتبر هذه المباراة فرصة ذهبية لأسود الأطلس لحسم التأهل مبكرا إلى العرس العالمي، إذ يكفيهم تحقيق الفوز وانتظار تعثر منتخب تنزانيا أمام الكونغو لضمان بطاقة العبور مباشرة، بينما قد يتأجل الحسم للجولة المقبلة أمام زامبيا إذا تزامن انتصار الفريقين. ويدخل أبناء وليد الركراكي اللقاء متصدرين المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة كاملة بعد مشوار مميز دون هزيمة. وفي المقابل يراهن منتخب النيجر بقيادة مدربه بدو الزكي على خلق المفاجأة وتقديم أداء قوي أمام مضيفه. المنتخب المغربي الذي صنع إنجازا تاريخيا في مونديال قطر 2022 ببلوغ نصف النهائي يعول على خبرة نجومه وعلى رأسهم أشرف حكيمي الذي أكد في تصريحات صحفية أن هدفه الأكبر هو قيادة بلاده نحو لقب قاري أو عالمي، معتبرا مواجهة النيجر محطة جديدة في هذا المسار. ويأتي هذا اللقاء في أجواء استثنائية حيث يشهد الافتتاح الرسمي لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط الذي بني بسعة 68 ألف متفرج بعد هدم الملعب السابق وإعادة تشييده في ظرف عامين، خطوة تعزز مكانة المغرب كوجهة رياضية بارزة خاصة مع استضافته لكأس أمم إفريقيا في دجنبر المقبل.